اهلا بيكم في قناتنا وعينا امان مع شريف المصري. كنا حابين نتكلم على الوقت. هو الوقت ده احنا ممكن نتعامل معاه ازاي؟ هو الوقت ده اللي يعدي ممكن يرجع تاني؟ لو انا النهارده اهدرت ساعة انا ممكن اعوضها تاني، انا ممكن اجيبها تاني، انا ممكن استغلها في حاجة تانية. طيب هو الوقت مهم يعني؟ انا هضيع نص ساعة في نص ساعة في ساعة، وبكرة كمان ساعتين، وبعدين ساعتين، وبعدين ساعة، اخر الاسبوع هبقى مهضل لي 7 8 10 ساعات. ده هيفرق معايا في حاجة؟ عشان نعرف هيفرق معايا في حاجة ولا لا. طب هو انا لو استغلتهم صح هستغلهم ازاي؟ انا هستغلهم في التخطيط لمستقبلي، انا هستغلهم في شغل اكل منه عيش، انا هستغلهم في ان انا انمي مهاراتي، اخد دورة او انمي مهاراتي باي طريقة معينة حتى لو من على النت. طيب انا هصلي فيهم، انا هصل الرحم وازور القرايب، انا هراضي والدي او والدتي او حد من اسرتي او حد من اخواتي. انا هستغلهم ازاي؟ موضوع ادارة الوقت ده كلام قتل بحثا. اتكلموا فيه ازاي ندير الوقت، وبعدين الموضوع اتطور شوية بقى ازاي ادير اولوياتي داخل الوقت لان مش هقدر اتحكم في الوقت. وبعدين الموضوع اتطور شوية بقى، واعتقد ده الاهم يعني، هل انا عندي طاقة ان انا ادير وقتي؟ انا حابب ده، انا حاسس ان انا عايز اعمل ده، انا اقدر اعمل ده، انا عندي من جوايا دافع ان انا اعمل ده. كل ده الاساس. بس لو حبينا نختصر الموضوع دوت هنقول ان احنا لازم نقسم الحاجات اللي في حياتنا الى هام وغير هام، عاجل وغير عاجل، ونعمل 4 مربعات ونحط هام وعاجل مع بعض، هام وغير عاجل مع بعض، ونبدأ نقرر بقى وغير عاجل وهام وغير عاجل وغير هام. هبدأ الاقي الاولويات بتختلف من شخص لشخص، عشان كده هي ملهاش جدول معين. لكن على سبيل المثال ان انا انام هتحطه فين؟ ان انا اقعد على النت واعمل سكرول كده واقعد ادور في الفيديوهات او في الريلز واتفرج على حاجات مش ذات موضوع واحد، ومش متوالية هندسية، ومش متوالية متتابعة، مش بيتكلموا على نفس الموضوع، نفس الحدث، نفس الحاجة. طب انا ده هحط في انهي خانة فين؟ طب ان انا اصلي او اشوف فروض ربنا هحط فين؟ ان انا اصل رحمي، اشوف والدي، اشوف والدتي، اشوف قرايبي، اشوف اولادي، اشوف زوجتي، هحط فين؟ طيب ان انا هنمي مهاراتي علشان النهارده بدل ما انا شغال في شغلانه وباخد فيها 10 قروش، ازاي اخليهم 12 15 20؟ لازم انمي مهاراتي عشان ابقى اقدر اعمل حاجه تانية بطريقه تانية مختلفه عن غيري عشان اكسب فيها اكتر. هحطها فين؟ ان انا هنزل اقعد مع اصحابي هحطها فين؟ ان انا هروح الجيم هحطها فين؟ يبقى انا الجدول ده هو موجود بالنسبه لي، وكمان ترتيب الاولويات دي تختلف من شخص لشخص، كل واحد حسب اولوياته. لكن في حاجات مش هنختلف فيها، في حاجات هنقول هي دي لازم تتحط هنا في الغالب، ودي لازم تتحط هنا. هنكمل مع بعض المره الجايه. وعينا امان مع شريف المصري. ان شاء الله لنا لقاء تاني هنكمل في موضوع اداره الوقت. مع السلامه.